مساء الفل على احلى متابعين. النهارده بقى وصفتنا مختلفة، وصفة لكل عشاق القهوة. هنعمل بسكوت القهوة الخطير، ومفيش اجمل من بسكوت بطعم وريحة القهوة، حاجة كده تعدل المزاج. وحبذا بقى لو جنب فنجان قهوة او نسكافيه او اي مشروب للقهوة بتفضلوه. دي اسهل طريقة لكوكيز القهوة، واظبط مقادير ممكن تعمليه بيها. يلا نبدأ الفيديو على طول مع بعض عشان ما اطولش عليكم. وما تنسوش لايك كتير واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. هنقول مع بعض كده سريعا المقادير مع بعض. معايا كوباية وربع من الدقيق المنخول متعدد الاستخدام، وهاخد عليهم معلقتين من الكاكاو الخام، ونص كوباية من السكر البودر، ونص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقتين كبار من النشا، وبيضة واحدة، ومعلقتين من القهوة سريعة الذوبان او اي نوع بتفضلوه، ومعلقة كبيرة من اللبن وتكون سخنة، دي اللي هندوب فيها القهوة. ومعايا بيكنج باودر ربع معلقة، هاخد من الكيس ربع معلقة. هبدأ بقى في بولة صغيرة كده، هنزل بمعلقتين من القهوة، وهحط عليهم معلقة كبيرة من اللبن، ونبدأ ان احنا ندوبهم كده مع بعض. بعد ما دوبناهم بقى في بولة كبيرة، هنبدأ ننزل بالمقادير بتاعتنا واحدة واحدة. هنزل بالزبدة، ومهم جدا تكون بدرجة حرارة الغرفة. وهبدأ بمضرب يدوي عادي خالص، مش هنستخدم في الوصفة دي المضرب الكهربي ولا اي حاجة. هبدأ ادوبها بايدي كده بالشكل ده لحد ما تسيح معايا، وبعدين انزل بنص كوباية من السكر، وابدأ ادوبهم تاني مع بعض واقلبهم كده. وبعدين هنزل بالبيضة اللي عندي. المقادير لو حابين ان انتوا تضاعفوا الكمية مفيش مشكلة، بتحطوا ضعف المقادير اللي انا قلتها، وانا هنزل لكم المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام للي بيحب يستخدم الجرام. هنزل بالخليط بقى بتاع القهوة اللي احنا عملناه. انا مش هحط فانيليا في الوصفة دي، لان طبعا القهوة ريحتها قوية جدا، مش محتاجين خالص ان احنا نحط فانيليا عشان ريحة البيض، فبكتفي بالقهوة بس. وهدوبهم كده مع بعض بالمضرب بالشكل ده. كده احنا عملنا الخليط السائل. نبدأ بقى نحط الدقيق، وانا هنخله برضو مرة كمان. ده مهم جدا عشان يخلي البسكوتة معايا ناعمة وما يبقاش فيها اي تشققات كده. هبدأ احط كل المقادير الجافة على الدقيق بالشكل ده. حطيت الدقيق، وحطيت معلقتين الكاكاو، ومعلقتين من النشا، وربع معلقة من البيكنج باودر. وهبدأ ان انا انخلهم كده فوق المقادير السايلة اللي عندي. اللي اتبقى معايا بقى ده بسباتيولا كده او معلقة، وهبدأ ان انا اضغط عليها عشان افك الحبيبات بتاع الكاكاو بالشكل ده. وبعد كده اللي هيتبقى مش هحطه خلاص. زي ما انتوا عارفين الكاكاو ساعات بيخرز بالشكل ده. كده خلاص دول هشيلهم، مش محتاجاهم عشان الخليط معايا يبقى ناعم. وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات السايلة مع الجافة بالشكل ده. هرفع المضرب بقى وابدأ استخدم اسباتيولا والم بيها العجين بتاعي بالشكل ده. شايفين؟ طيب لو المقادير بتاعتي حسيت ان هي بعد كده سايلة شوية، هحط شوية دقيق. لو المقادير بتاعتي حسيت ان هي العجينة ناشفة بزيادة، هحط معلقة من اللبن او نص معلقة.
المهم انا عايزة العجينة تبقى طرية برضو، ما تبقاش ناشفة، عشان ما تنشفش معايا بعد كده في الفرن. زي ما هنشوف قوامها، شايفين ده شكلها كده لمت معايا اهي. هسيبها ترتاح شوية صغيرين، انا ما سبتهاش كتير. وبعد كده هنبدأ نفردها. انا هنا قطعتها لكذا قطعة، وبدأت ان انا الفها كده على الرخامة بالشكل ده، زي كده رول رفيع كده. هعمل منه 3. بدأت ابرمه كده بالشكل ده عشان يسهل معايا بعد كده وانا بقطعها، ما تاخدش معايا وقت طويل. هي طرية وما بتلزقش في الايد خالص. بقطعها بقى، وهبدأ ان انا اقطعها حسب حجم القطعة اللي انتوا محتاجينها. يعني انا محتاجة اعمل الكوكيز صغير، هتقطعوه بالشكل ده. لو حابين تكبروها شوية يبقى بتزودوا المسافة. انا حباها تكون واخدة شكل حبيبات القهوة كده، تكون صغيرة، يعني تتاكل كده جنب اي مشروب كده، وتاخدي منها واحداية كده تكون صغيرة. شايفين؟ بجيبها بقى على ايدي كده وببدأ الفها بشكل بيضاوي. انا مش عايزة اعملها بشكل دائري، مش محتاجاها تطلع شكل الكورة. انا هنا محتاجاها تطلع معايا بيضاوية بالشكل ده. وهعمل معاكم واحدة تاني برضه اهو عشان تشوفوها. وهبدأ في صينية ارصها، وهخلي بينهم مسافة. احنا طبعا حاطين بيض وحاطين بيكنج باودر، فهي هتزيد معايا حبة بس مش كتير، عشان نبقى متفقين هي مش هتزيد كتير قوي. لو فرشت جامد تبقى كده في حاجة غلط في المقادير. هبدأ بسكينة حادة، وابدأ ان انا اعمل فيها فتحة صغيرة، مش بنزل فيها لتحت بالشكل ده، يعني من فوق. وما تنزلوش قوي لتحت عشان ما تلاقوش بعد كده لما دخلت الفرن ان هي فتحت جامد معايا. هحطها في فرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لمدة حوالي 12 دقيقة. طلعت معايا بالشكل ده بعد ما استوت. طبعا مش محتاجين وقت للتسوية كبير لان الحبيبات بتاعتنا صغيرة جدا. شايفين؟ طالعة شكلها حلو جدا. دي الكمية اللي انا عملتها من كوكيز القهوة. تقدموها بقى بأي شكل انتوا حابينه، جنب اي فنجان قهوة كده، حاجة كده جامدة جدا. وصفة سهلة وما بتاخدش وقت، لذيذة كده. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. استنوني في وصفة جديدة من اطباق ووصفات مع دودو. باي باي.